هناك في الشمال الجزائري سيكون موعدك مع عالم شاسع وواسع، عالم مبهر ومغاير تدفقت من سمائه أجمل المناظر وبزغت من جباله أرقى الصور. من هذا الفضاء المغري تنبع أودية وأنهار ترويك من عذوبة الجمال الساحر، لتجد نفسك في لحظة يتحول فيها الخيال إلى حقيقة. لا تبحث كثيرا عن من تكون هذه الفاتنة أو من تفنن في إبداع هذه اللوحة الرائعة. لا تبحث بين أروقة المتاحف أو تنفض الغبار عن سراديب ألف ليلة وليلة، لأنك بكل بساطة أنت في ولاية هندية. على بعد 88 كيلومتر جنوبي العاصمة تستقبلك المدية بكل ما هو أروع. يحدها شمالا ولاية البليدة، ومن الشرق ولايتي البويرة والمسيلة، ويحدها من الغرب ولايتي عين الدفلة وتسمسيلت. أما جنوبا فتحدها ولاية الجلفة. تأهلت ولاية المدية لتكون البوابة الشمالية للصحراء، هي همزة وصل بين الشمال الجزائري والصحراء الكبرى. البربر هم أول من عمر المكان، وتلاهم الروم والأتراك. لم ترجح الدراسات التاريخية أي رواية من الروايات حول أصل تسمية المدية، فالكاتب الفرنسي بيري بروجر يذكر أن قرية كانت قائمة في هذا الموقع قبل المدية وقبل لامباديا، ويعود حسب الكاتب أقدم تاريخ لتأسيسها إلى السنة 50 قبل الميلاد. أطلق على منطقة المدية في العهد الروماني اسم لامباديا، وهي عبارة عن مدينة رومانية حصينة محاطة بأسوار ضخمة، وقد عثر على هياكل عظمية وتحف وآوان فخارية عليها صورة امرأة، فرجح أن التسمية ربما ارتبطت بأميرة رومانية التي وجدت صورتها على المزهرية. وسميت أيضا بميديكس أو أدميدياس، وتعني نقطة تقع بالوسط. والمدية آنذاك كانت تقع ما بين مركزين رومانيين هامين، تنار موسى كاسترا البرواكية حاليا، وسوفنصر عمور اليوم. وهذا إبان حكم البيزنطي سبتيم سيفار عام 210 للميلاد. أما عند ابن خلدون فأصل التسمية يعود إلى كلمة لمدونة التي تعني بطنا من بطون صنهاجة. اقترنت تسمية المدية أيضا بالتيطري، وهو إقليم شاسع، ويرجح أن مصطلح التيطري يعني التيس بالتركية، كما يعني حسب السكان المحليين للمنطقة البرد أو الجليد. في ولاية المدية لك موعد مع الاكتشاف والمغامرة، لأن كل ما فيها مميز ومثير. هي فضاء سياحي طبيعي شاسع، وهضبة شامخة تحرسها سلسلة جبال الأطلس التلي، لتبدو كتحفة فنية تحمل متعة المناظر وأعاجيب الأساطير.
منذ القدم تميزت الهندية بنبوغ علمائها وقضاتها ومفتيها الذين تنوع عطاؤهم في شتى العلوم. تشهد عليها بعض المخطوطات التي لا تزال تسخر بها الكثير من المساجد العتيقة والزوايا المنتشرة في ربوع المدينة، والتي احتضنت الطلبة الوافدين إليها كالجامع الأحمر وجامع الحنفي والمالكي والمسجدين العتيقين بكل من البرواقية وقصر البخاري وبزوايا الشيخ أحمد بن عيسى. تزخر المدينة بمخلفات عمرانية تعكس الزخم التراثي الهائل كالقصبة القديمة بمدينة المدية وحوش الباي وباب الأقواس أو قنطرة المياه الرومانية، وكذا دار الباي بومرزاق مصطفى، دار الأمير عبد القادر حاليا، الإقامة الشتوية لآخر بايات بيلك التطري، والتي أنشئت على أنقاض بناية رومانية. والمرجح أيضا أنها بنيت أوائل القرن السادس عشر، والتي اعتمدها الأمير عبد القادر مقرا لقيادة أركانه. تعمل ولاية المدية على الحفاظ على الصناعة التقليدية لأنها تحافظ على أصالتها العربية عبر صناعتها النسيجية التي امتزجت فيها بين إرث الأمازيغ ورقة ذوق المرسكيين ودقة إبداع العثمانيين. فاللباس التقليدي لا بد من حضوره في مختلف المناسبات، حيث تحرص النسوة على التباهي بحيك المرمى والأحجار. وكذا القويط ومحرمة الفتول، إضافة إلى السروال المدور والسروال الشقة والكرك المطرز بالمجبود والترصيع والفتلة والشعرة. التلحيفة العجوزة هكذا تلحف، دير التلحيفة لفة على اللفة، اللفة الأولى تطويها هكذا وديرها فلات هاي، والتلفة الزاوجة ديرها هكذا وديرها في لاطاي. هذه تلحيفات العجوزة. كي تكون حبة كما نقولوا حنا تلم على روحها، دير هكذا ودير هكذا ودير هكذا وتشد للداخل. هذه تلحيفات تاع المدنة كيما العاصمة شرشر قليعة ما يديروش هكذا كيما حنايا، حنا نديرو يدنا للداخل. العاصمة وشرشر قليعة يديروا كامل هكذا. التلحيفة تاع الحيك المرمى تاع العروسة وحدها وتاع العاتق وحدها. دوك ندوي لكم الحيك المرمى. تلحف العاتق لا بليبار كانت العاتق يمسكوا لها الحيك باسكو تكون جديدة ما تعرفش تلحف، يجيبوا هذا هنا يلفدوا لها هذه اللفة باش تجي دايرة الأم. دوك ندوي لكم العاتق تجيب لهذا شدوا لها هنا بالمساكبه ما طيحلهاش، شدوا لها هذه هنا المساكبه ما طيحلهاش على بيجي داير ويجي ملموم. كي تولي تعرف تلحف يديروا لها هذه هكذا، راك تشوفوا يطويوها لها هكذا شويه ويدوها لها قولها شديها تحت بعض هكذا، شدوا هذه هكذا باش دير القمقوم دير هكذا وهكذا توجور اليد لداخل ويديروا لها هنا القميق هكذا بتبان جون، واللفه هذه تجي مع الساق تاعها تجي سور لو كوتي. اما الام تجيبها للوسط ما يعرفوها المراه كبيره، تجي هذه هكذا وهذه هكذا ودير هكذا وتشدها هكذا، جيت الحفتها دايره السقم الحايك هذا داير هذا داير تجي ملمومه، هذا تجي في الوسط ما يعرفوها لأم، يعني ام وعندها العاتق وعندها العرايس وعندها كلش. خاطر عندنا في المدينه نحكوا 3 خطرات اللون ماشي كيف تلحيفة العاتق وحدها، تلحيفة الام اللي هنا، وتلحيفة اللي كاين العجوزه وتجي العجوزه اللي جايبه العرايس وتجي العجوزه واحده اخرى.
ها العجوزه اللي هي الجيرتو، يعني هي جدة الدار. كاين العجوزه ام الجده، بعد تجي العروسه جايبه عروسه، هذيك عروسه جايبه ذراري وعروسه، فهمتوا؟ يعني الثالثه من العرايس، هذه وحده. تلحيفتهم كل وحده كيف غير اللي متزوجين يديروا تلحيفه دايره للقدام بيعرفوها لام. للرجل المداني أيضا لباسه التقليدي كقشابية الوبر والبرنوس وسروال اللوبيا والتستيفة والبدعية والعمامة أو القشطة والقندورة. المدية تدعوك لتذوق أطباقها الشهية، فسكانها يحبذون الأطباق الدسمة نظرا لبرودة الجو كالبوزلوف والدوارة، والتي يصنع منها العصبان والبكبوكة والطبق المعروف باسم البصل والطماطيش، دون أن ننسى شوربة البصار، المثوم، المسفوف، الرشتة والبرغل والبلبول والبركوكس، المحمصة والمقرونة التركية، التشيشة والروينة، الخليع، وكذا اللحم المقدد. أما الحلويات والخبز فتشتهر ندية بالبقلاوة، الشهراك، المقروط
والغريبية، الطرونية، البغرير، والمعارك والمحاجب، المسمن، الديول والقطايف والسفنج. أما الخبز فهو متنوع، فنجد خبز المادون وخبز المطلوع والخبز الحلو وخبز العيد وخبز الفطير وخبز العروسة. يعد العنب من أشهر ما تنتج ولاية ندية، وأشهر أنواعه أحمر أبو عمر الذي يستخرج منه مشتقات مثل مربى العنب والزبيب وحلوى العنب، خل العنب والرب، كما يستخرج منه دواء الثبت أو البياض. سجل لنا التاريخ أن المادية عرفت المسرح على يد الأمير خالد الذي شجع على تأسيس فرق مسرحية بالمدية برئاسة إسكندر محمد بن قاضي عبد المؤمن، ومثلت أول مسرحية عنوانها المروءة والوفاء بمنزل القاضي عبد المؤمن عام 12/900 وألف للميلاد، ثم مسرحية مقتل الحسين سنة 13/900 وألف للميلاد. كما سجل لنا التاريخ أيضا أن أحد أعمدة المسرح الجزائري وهو محبوب اسطنبولي ابن المدية الذي كان أول لقاء له مع خشبة المسرح سنة 20/900 وألف للميلاد. أما في سنة 35/900 وألف أسس نادي الهلال الرياضي الذي ينشط في المجال الرياضي والفني. وفي سنة 36/900 وألف أسس الفنان حسن الحسني المدعو بوبقرة جمعية الشمس. وتعد سنة 52/900 وألف منعطفا هاما بالنسبة للمسرح، وهذا بعد ميلاد الجمعية الموسيقية والفنية التي قدمت أول عرض مسرحي بعنوان القاضي عياد، وكان انضمام الممثل المسرحي منصور الدف وحسن الحسني للجمعية الأثر الكبير في قيام الحركة المسرحية. لا يزال مشعل المسرح متواصلا الذي اقترن بالكثير من التظاهرات المسرحية، أهمها المهرجان الوطني للمسرح الفكاهي الذي يقام كل عام والذي أصبح مرجعا للمسرح في الجزائر. لكي تكتمل زيارتك لولاية ندية لابد لك من زيارة بحيرة الضايا، أعلى بحيرة معلقة في الجزائر، حيث يرسم الغروب أوقاتا حميمية ورومانسية تلتقي فيها ألوان الطبيعة العذراء وتظهر من خلاله أطياف الجمال الفاتن، حيث تذوب الشمس على قمم الجبال. إنها أوقات شاعرية ملهمة وساحرة.
عل بالمدية تاج الجلال، فأعلى بمليانة المفرقة، ومن هدهد الصدر بالتوأمين، قضى للجزائر أن تعشقا، دلال المدية أعيا الملوك، وكم خاطب ودها أخفقا، تنازعها الروم والمسلمون، وحاول زيان أن يسبقا، وكاد ابن التوجين وابن مرين بنار المدية أن يحرقا.